ودي كانت محصلة التلت ساعة اللي بنتي نامت فيهم، فده إنجاز بصراحة. يلا نبدأ. أول حاجة أنا هنا بعمل سكتش، والسكتش هنا هو عبارة عن إن أنا برسم خطوط أولية لأماكن العناصر اللي أنا برسمها، سواء أنا كنت برسم من خيالي أو برسم من صورة بنقلها. أنا حاليا بنقل صورة لأن أنا ما عنديش وقت إن أنا أرسم من خيالي، فأنا عايزة حاجة قدامي أنقل منها وخلاص. كتر الممارسة بيخلي الواحد سريع جدا في إن هو يلقط التفاصيل والمسافات ما بين العناصر وبعضها، ويقدر الأحجام حسب النسب بتاعتها، سواء هو كان بيكبر أو بيصغر. يعني أنا لو برسم الصورة ديت مصغرة أو أنا بكبرها، فخلاص أنا هنا برسم وحطيت العناصر في الأماكن بتاعتها، وبعد كده ببدأ أعمل تعديل. فهتلاقوا في فرق ما بين النتيجة النهائية اللي أنا عرضاها في أول الفيديو والنتيجة اللي أنا كنت وصلت لها في آخر السكتش. طبعا العناصر كانت صغيرة وما كانش في تناسق ما بين الأحجام بتاعتها والمسافات اللي كانت ما بين العناصر وبعضها، ما كانتش زي اللي في الصورة. أنا كنت بس بعمل سكتش زي ما قلت لكم، وبعد كده بدأت إن أنا أعدل التفاصيل. ويفضل وأنا برسم السكتش بتاعي إن أنا أرسم بقلم يكون خفيف زي قلم اتش بي. القلم بيكون واضح وما بيكونش تقيل على الورقة، فلما بنيجي نمسح الورقة ما بتبصش مننا قوي. وأكيد لازم نستخدم أستاتيك للفحم. ولما بنرسم في ورق سميك، الورق دوت بيستحمل معانا. في ناس بترسم في ورق خارجي وبعد كده بيقوموا ناقلين الرسمة على نظافة في الدفتر بتاعهم، كل واحد واسلوبه. لكن انا ما عنديش الوقت ان انا اعمل كده، وما بحبش الاسلوب ده بصراحة. انا بحب اوجه نفسي، انا هرسم في الورقة ديت خلاص، بوظتها بقى اثناء ما انا برسم في السكتش بتاعي من المسح الكتير، او انا بوظتها وانا بلونها. ايا كان نوع الالوان اللي بلون بيه، فخلاص الغلط اللي حصل مني فضل قدامي، فبعد كده هفضل فاكراه وهبدا ان انا اعدل بعد كده في الرسومات الجديده، سواء في رسم السكتش او في التلوين بتاعي. يا رب تكون الرسمه بتاعتي عجبتكم، ويا ريت فولو وشير وكومنت لو حابين تشوفوا فيديوهات جديده ليا. ولو حابين تشاركوني رسمكم بعتولي وانا هنزلها واقول لكم رايي فيها. ولو حابين ان انا ارسم رسمه معينه، يا ريت تبعتولي، ولكن يفضل الاصفار عشان بنتي. باي باي.